بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم أحباء الأطفال تلاميذ الصف الثاني. السلام عليكم أعزائي أولياء الأمور. نبدأ اليوم الدرس الثاني من دروسنا في الرياضيات للصف الثاني، وذلك ضمن سلسلة الدروس المتبعة لبرنامج بنغازي سكول. الدرس الثاني سيتم فيه دراسة الجمع والطرح حتى الألف. الجمع والطرح باستخدام قضبان المكعبات العشرة، الجمع البسيط حتى ألف والطرح البسيط حتى ألف. ويمكن اعتبار هذا الدرس مراجعة لطرق الجمع والطرح التي سبق دراستها في السنة الأولى. انظروا يا أطفال إلى الصورة التي أمامكم. الصورة التي أمامكم هي عبارة عن صورة مزرعة. انظروا إلى فهمان وأصدقائها، ماذا يفعلون؟ كل واحد منهم ماسك منظار ويتفرج على هذه المزرعة. ماذا رأوا؟ رأوا مجموعة من الأبقار، مجموعة أبقار كبيرة ومجموعة أبقار صغيرة. كم بقرة كبيرة في هذه المزرعة؟ هيا نعد: 1 2 3 4 5 6 7 8. كم بقرة صغيرة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذن رأى الأصدقاء 8 بقرات كبيرة و12 بقرة صغيرة. من يقول لي كم عدد الأبقار كلهم اللي في المزرعة؟ أبقار صغيرة وأبقار كبيرة. كيف نعرف العدد الكلي؟ نعدهم بالوحدة. هنعدهم بالوحدة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. في طريقة أسهل، احنا عرفنا إن هما 8 بقرات كبيرة و12 بقرة كبيرة. نجمع 8 وال12 باش نعرفوا العدد الكلي للأبقار. 8 زائد 12 كم يساوي؟ 8 زائد 12 يساوي 20. ممكن ان نحن شو نديروا باش نعرفوا؟ ناخذوا 12 هذينا 12 بقرة صغيرة ونضيفوا لهم 8. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. إذن 8 أبقار كبيرة و12 بقرة صغيرة كم يساوي؟ 20. إذن الكل الأبقار كلهم 20، جزء منهم الكبيرة 8 وال12 اللي هن الصغيرات. إذن العدد 20 مكوناته 8 و12. 8 جزء من 20، 12 جزء من 20، مكون من مكونات العدد 20. ما زلنا في المزرعة، مزرعة كبيرة فيها أحصنة. انظروا إلى هذه الأحصنة، من يقول لي كم حصان فيها؟ مظبوط، عدوهم حنلقوهم 12 حصانا، بعضها أبيض اللون وبعضها بني اللون. فهي الأحصنة البيضاء كم؟ 8 أحصنة بيضاء، هم كلهم 12 حصانا، منهم 8 بيضاء والباقي أحصنة بنية. كيف نعرفوا توا عدد الأحصنة البنية؟ ناخذ عددهم كلهم 12 ونحولوا البيض، نطرحه من الكل، نحولوا منه اللي ما نبوش أو اللي نعرفوه باش يطلع عدد اللي ما نعرفوش. ناخذ 12 نحولوا منهم 8 البيض، 12 ناقص 8 يساوي 4. ممتاز. 12 هو الكل،
جزء منها 8 وجزء منها 4. الأحصنة كلهم 12، منهم 8 بيضاء اللون و4 بنية. 12 حصان، هذا هو العدد الكلي. من مكونات العدد 12 8 و4. 8 جزء من 12 و4 جزء من 12. ما زالت المزرعة كبيرة وواسعة وفيها حيوانات كثيرة. ماذا يوجد أيضا في هذه المزرعة؟ هيك الواحد يمسك المكبر متاعه ويشوف. يوجد فيها ضفادع ويوجد فيها بجعات. كم بجعة فيها؟ مظبوط، هذه واحدة وهذه الثانية، إذا يوجد فيها 2 من البجعات. كم ضفدع فيها؟ ضفادع ملونة 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ضفادع. سؤال للأطفال الأذكياء، ما مجموع الحيوانات في الصورة؟ كيف نعرفوا مجموعهم؟ ناخذ الضفادع نجمعوا معاهم البجعات. الضفادع البجعات كم وحدة؟ 2 زايد الضفادع 8. ما نقول من شنو يساوي 8 زائد 2؟ 8 زيدوا لها 2 8 9 10. 10 مظبوط. إذا العدد الكلي الكل هو رقم 10. الأجزاء اللي هم البجعات 2 والضفادع 8. 2 و8 يكونان الرقم 10. مكونات العدد 10 2 و8. الآن ننتقل إلى جزء آخر من المزرعة. المزرعة فيها خرفان، مجموعة منها خرفان كبيرة ومجموعة منها خرفان صغيرة. الخرفان مجموعهم 24. هذين الخرفان هم عبارة عن 24 خروف، منها 8 كبيرة 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا عرفنا أن كلهم 24 والجزء منهم 8. نقدر نطلع الجزء الثاني؟ نقدر نطلعه. ناخذ الكل نحودوا منه الجزء اللي ما نعرفوش، اللي نعرفوه يطلع جزء اللي ما نعرفوش. إذا لما نجو ناخذوا 24 اللي هن الخرفان كلهم نحودوا منهم الكبيرة. الخرفان الكبيرة من يقعد عندنا؟ الخرفان الصغيرة. الخرفان الصغيرة كم خروف؟ 24 ناقص 8 كم؟ 24 ناقص 8 16. مظبوط. 16 نحسبها نحن نلقاهم 16 خروف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 15 16. 16 خروفا صغيرا. إذن كل الخرفان صغيرة وكبيرة يساوي 24، منها 8 كبيرة و16 صغيرة. 16 مكون من مكونات العدد 24 و8 مكون من مكونات العدد 24. إذن العدد 24 هو العدد الكلي، فيه جزء 16 وجزء 8. هيا نعمل معا. هيا نفكر في هذه الصورة. الصورة هذه فيها مجموعة من الحيوانات، فيها أبقار وفيها أحصنة. ممكن نحسبوهن كلهن، تشوفوهن كم حيوان. الكل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. إنها 16 حيوان. كم منها الأبقار؟ كم عدد الأبقار اللي فيها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
12 بقرة. والأحصنة ممكن إننا نحسبوهم أو نطرح 16 نطرح 12 من 16 الذي يتبقى هو عدد الأحصنة. نعدهم الآن: 1 2 3 4 أحصنة. شن ممكن إن نحن نتخيله ونكتبوا بعض المسائل بخصوص هذه الصورة. ممكن إن احنا شن نديره؟ نجمع الجزئين، نجمع الأحصنة زائد الأبقار هيعطيني الكل. الأحصنة 4 زائد الأبقار 12 يعطينا الكل جميع الحيوانات 16. إذن 12 زائد 4 يساوي 16. ممكن نديروا حاجة أخرى، نحسبوا إن عندنا نحن نعرفوا عدد الكلي 16 الحيوانات، ونعرفوا عدد الأحصنة، نبوا نعرفوا عدد الأبقار من غير ما نعدوهم بالوحدة. يعني احنا عندنا الحيوانات كلهم مع بعضهم أبقار وأحصنة 16، منهم 4 أحصنة. كم يكون عدد الأبقار؟ كيف نعرفوا؟ ناخذ 16 نحودوا الأحصنة منها، تطلع لنا عدد الأبقار. 16 ناقص 4 كم يساوي؟ 12، وهو عدد الأبقار. ممكن إن نحن نديروا حاجة أخرى، ممكن إن نحن نشوف الأبقار بروحهم. الأبقار بروحهم فيهن مختلفات، فيهن حوالي 3 لونهم بني، والأخريات أبيض وأسود. كم عدد الأبقار اللي لونهم بني؟ 1 2 3، نكتب 3. والأبقار الملونة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ملونة بالأبيض والأسود و3 بنية، مجموعهم هو 12 اللي هو عدد الأبقار. ممتاز. ممكن إن نديروا مسألة أخرى، نعتبر إن إحنا عندنا عدد الكلي للحيوانات كلهم مع بعضهم كم قلنا؟ 16، وإن إحنا عندنا الأبقار 12. كم حيكون عدد الأحصنة؟ 16 ناقص 12 يساوي 4 أحصنة. تمام. عدد الأبقار أكبر من عدد الأحصنة، صح ولا لا؟ أبقار واجد عددهم أكثر، والأحصنة عددهم أقل. الأبقار 12، الأحصنة فقط 4. إذا من اللي أكثر؟ الأبقار. يزيد عدد الأبقار عن عدد الأحصنة بمقدار كم أكثر هم الأبقار؟ كم بقرة أكثر من الأحصنة؟ كيف نديروا؟ ناخذ عدد الأبقار ونقص منهم عدد الأحصنة، والباقي حيكون هو الزيادة. عدد الأبقار كم؟ 12، نقص منها 4 عدد الأحصنة يساوي 8. إذا الأبقار أكثر من الأحصنة بمقدار 8، والأحصنة أقل من الأبقار بمقدار 8. الآن يا أطفال عندنا كراسة التدريب. بالنسبة للأطفال اللي عندهم المنهج وعندهم الكراسات ممكن إنه يستعينوا بالكراسات ليدرسوا فيهن. بالنسبة للأطفال اللي ما عندهمش المنهج ممكن إنه يستعينوا بكراسة أو ورقة وقلم، وعن طريق الشاشة ممكن إنه يوقفوها أو يطلبوا من ولي أمرهم إنه يوقف لهم وينقلوا التمارين ويحاولوا إنهم يحلوها. هذا
أول تدريب عندنا ممكن نحن نشوفوه نتمرنوا عليه نعتبروه كيف الواجب. هذا باقي التمرين. الجمع والطرح باستخدام قضبان المكعبات 10. مع فرحان 12 لعبة على شكل دب، ومعه أيضا 6 أطواق. كم يملك فرحان من الدببة والأطواق معا؟ يعني فرحان عنده كم دب؟ 12. وكم طوق؟ 6. نفرض أن لدينا 12 من عندنا قضيب 10. قضيب 10 يتكون من 10 مكعبات، يعني هذا القضيب عبارة عن 10. 12 باش نمثلوها هي عبارة عن 10 و2. 10 و2 هما 12. إذا قضيب 10 زائد 2 مكعبات. الأطواق عبارة عن 6 أقل من 10. إذا مكعبات 6 مكعبات 1 2 3 4 5 6. بالنسبة للرقم 12 يتكون من أحاد وعشرات. الأحاد متاعها كم؟ 2 مثلوه بمكعبين. العشرات متاعها 10 1 مثلوه بقضيب 1. القضيب داخله يوجد فيه 10 مكعبات. إذا القضيب يمثل رقم 10. بالنسبة لي الأطواق هم عبارة عن 6. هناهي 6 مكعبات. نحن نش نبو نجمع عدد الأطواق والدببة مع بعض. في حالة الجمع دائما نجمع الأحاد أولا. الأحاد مع الأحاد 2 زائد 6 يساوي 8. 6 7 8. بعدين نجمع العشرات. الواحد اللي هو 10 في العشرات زائد شيء، لا يوجد هنا أي رقم في العشرات. إذا 1 زائد 0 يساوي 1 أو 10. العدد الكلي حيكون 18. مجموع يساوي 18. إذا فرحان معه 18 دبا وطوقا معا. نظر يقظان إلى صندوق اللعب الخاص به ووجد 15 لعبة. يوجد في الصندوق 3 كرات والباقي بالونات. كم بالونة في الصندوق؟ الألعاب كلها مع بعضهم الكل هو 15. جميع الألعاب اللي عندها 15 منهم 3 كرات والباقي كل الباقي بالونات. كم بالونة عنده؟ أول حاجة احنا شنو بنديرو باش نعرفوا عدد البالونات؟ ناخذوا عدد الكل اللي هو 15 الألعاب كلهن نحولوا منهن عدد الكرات. شنو يفضل عندي؟ عدد البالونات. مظبوط. إذا الرقم 15 لما نجو نمثلوه بالمكعبات وقضبان العشرات نلقوا ان الخمسة أحد. الخمسة في الأحاد نمثلوها ب5 مكعبات. 1 2 3 4 5. والواحد اللي هنا اللي هو 10 عشرات يمثل بقضيب فيه 10 مكعبات. أحاد عشرات. بعدين الرقم الآخر اللي هو 3 احنا بنحوله من الرقم اللي عندي 3 مكعبات اللي هو 3 تعتبر في الأحد. إذا هنجي للأحاد ونحود منه 3 مكعبات. كم حيطلع الناتج عندي؟ هنا 10 1 وهنا 2 12. كيف درنا؟ 15 نحودوا منها 3. 15 لعبة حولنا منها 3. 15 لعبة حولنا منها 3 كرات باش نطلعوا عدد البالونات.
أول حاجة نطرح الأحاد من الأحاد. 5 ناقص 3 يساوي 2. مظبوط، ممتاز، شاطرين. 5 ناقص 3 يساوي 2، و1 ناقص 0 يساوي 1. إذا العدد اللي عندي هو 12. إذا عدد البالونات يساوي 12. يلا يا شاطرين، توا جربوا نفس الطريقة. حلولي 14 زائد 3. ناخدوا الأربعة أحاد نجمعوها مع 3 أحاد، تطلع 4 5 6 7. والواحد مع مفيش عليه عشرات، إذا 0 يطلع 1. الناتج حيكون 17. 14 زائد 3 يساوي 4 زائد 3 يساوي 7. و1 زائد 0 يساوي 1. إذا الناتج هو 17. نفس الفكرة 19 ناقص 4. 9 أحاد نحود منها 4 اللي هن أحاد. 9 ناقص 4 6، والواحد ناقص 0 ب1. إذا 19 ناقص 4 تساوي 16. هيا نأخذ بعض الأمثلة الأخرى. استخدام جدول القيمة المكانية. أول حاجة لما نلقوا جمع بالطريقة هذه عشان يسهل علينا نحطوهم فوق بعضهم. يعني كيف؟ ناخد الرقم الأول 41 كيف ما هنا في الكتاب كمثال، زائد 17، ونجمع الأحاد مع الأحد. 1 زائد 7 يساوي 8. مظبوط. و4 زائد 1 يساوي 5. إذا 41 زائد 17 يساوي 58. لو أن احنا مثلنا بالقضبان والمكعبات، 41 كيف نمثله؟ في الأحاد عنده مكعب 1، في العشرات 4 قضبان كل قضيب ب10. 1 2 3 4. إذا هذا هو 40. 41. الرقم الثاني 17 في الأحاد عنده 7 مكعبات، 1 2 3 4 5 6 7. وفي العشرات عنده 1 قضيب 1. بالنسبة للمثال الآخر 52 زائد 26. لو احنا حبينا نمثلوها ناهي حنمثلوه 52 شنو حيكون في الأحاد؟ حيكون في مكعبين. ممتاز. في العشرات كم حيكون في قضيب؟ حيكون في 5. بالنسبة للرقم الآخر اللي هو 26، الأحاد كم حيكون في مكعب؟ مظبوط، 6 مكعبات. العشرات كم حيكون في قضيب؟ 2. 26. لأن توا كيف نقوم بعملية الجمع؟ نحطوهم فوق بعضهم. 52 و26 الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات. 2 زائد 6 6 7 8. مظبوط. 5 زائد 2 5 6 7. مظبوط. إذا الناتج حيكون 78. بالنسبة للطرح نشوفوا عندنا 56 ناقص 15. 56 ناقص 15. 56 لما نجو نمثلوها بالمكعبات حيكون عندنا 6 مكعبات في الأحاد، و1 2 3 4 5. 50 هي تمثلها 5 قطبان. لما نحن نبغى نطرح 15 من 56 نطرح الأحاد، نطرح منها 5 نحول كم مكعب؟ 1 2 3 4 5. والعشرات ال5 عشرات نطرح منها 1 يعني قضيب 1. كم يبقى عندي؟ يبقى عندي 1 في الأحاد
وواحد 2 3 4 4 في العشرات. إذا يتبقى معنا 4 عشرات وواحد أحد. إذا الرقم كم حيكون؟ 1 في الأحاد 1 و4 في العشرات 41. 56 ناقص 15 يساوي 41. 65 ناقص 53. نفس الفكرة. بالنسبة ل65 كيف المتلوه؟ المتلوه في الأحاد عنده 5 مكعبات، وفي العشرات عنده 6 قضبان. نبغى نطرحه منه 53، معناها الخمسة نحولوا منها كم؟ 3. كم حيبقى عندي مكعب؟ لما ناخده 5 مكعبات نحولوا منهم 3 حيقعد عندي 2. مظبوط. والستة قضبان نحولوا منهم 5، هنا 6. 1 2 3 4 5 6. لما نحولوا منهم 1 ينقص 1 من 6 كم يقعد؟ اسفة، ينقص 5 من 6، يعني يقعد عندنا 1. يتبقى معنا 1 من عشرات و2 من الأحد. رقم 2 في الأحد و1 في العشرات يمثل لي الرقم 12. نراجعوا برضو أو نتدربوا أكثر على اللي درسناه في كراسة التدريبات. الجمع 36 زائد 2 33 زائد 14، يا إما تجمعوهم بالطريقة هذه على طول أو تستعينوا بالطريقة إنكم تحطوهم فوق بعضهم باش تعرفوا الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات وتقوموا بعملية الجمع. بالنسبة لرقم 2 تقوموا نفس الفكرة بس عملية الطرح. وتوا حناخدوا الجمع البسيط حتى ألف. اللي فات كان مراجعة على اللي خديتوه أصلا في سنة أولى. الجمع البسيط حتى ألف. توا احنا زادتنا خانة واحدة أخرى، احنا كنا ناخده في الأحاد والعشرات، توا نبغى نزيدوا المئات. توا احنا كبرنا نبغى ناخدوا أرقام أكبر. المئات هن شنو؟ المئات كم عشرة؟ 100 فيها 10 قضبان. من القضبان اللي عندي هدينا 10، يعني هذه لما نحسبون نحسبوا قضيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حطينا نحدى بعضهم قعدن عندي 100 مكعب. إذا كل صفيحة هناي تمثل لي 100، وهي عبارة عن 10 من القضبان، والقضيب عبارة عن 10 من المكعبات. يعني لو أنا نشوف الرقم 135، الأحاد متاعها كم؟ 5، العشرات متاعها كم؟ 3، المئات متاعها كم؟ 1، يعني صفيحة واحدة من 100. الرقم 342 كم نحط في الأحاد؟ نحط 2 عشان رقم 2 الأحاد. كم نحط في العشرات؟ 4 شنو؟ مظبوط 4 قضبان. كم نحط في المئات؟ 300. 1 2 3 300 صفيحة. في عملية الجمع لما نبي نجمع 135 زائد 342 شنو نديرو؟ نجمع الأحاد ثم نجمع العشرات ثم في الأخير نجمع المئات. 5 زائد 2 يساوي 7. تمام، هذا الأحد. بعدين نجي مرة تانية 3 زائد 4 يساوي 7. 3 زائد 4 يساوي 7، بسيطة. المئات 1 زائد 3 يساوي 4. إذا الناتج من جمع 135 و 342 هو 477. الناتج هو 477. في مسألة أخرى حاطينها لكم باش تحلوها بروحكم أو نحلوها مع بعضنا، اللي هي رقمين جدد 623 زائد 254.
قمنا بوضعهم تحت بعضهم عشان تسهل علينا العملية. نجمع الأحاد مع الأحاد، والعشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. 3 زائد 4 7، مظبوط. 2 زائد 5 7، ممتاز. 6 زائد 2 اللي هي خانة المئات 8. إذا الناتج من جمع العددين 623 والعدد 254 هي 877. باستخدام جداول القيمة المكانية لازم تتعودوا على حل بعض المسائل. كيف المسألة الموجودة قدامكم هنا حلها لكم فهما، اللي هي 413 زائد 184. شن قال فهما؟ قال نستخدم جداول القيمة المكانية بوضع الرقمين، الأول 413 وتحت 184، بحيث أن يكون الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. نجمع. شن قال لنا فهمان؟ نجمع الأحاد أولا، ثم أجمع العشرات، ثم أجمع المئات. شاطر يا فهمان. 3 و4 7، 1 8 9، 4 و1 5. الرقم مع بعضه كم يكون؟ 597. نسجله هنا 597. وبنفس الكيفية نديروا المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وهدينا النواتج المضبوطات. نحن نجربه وبعدين نشوفه يطلع لنا هيك ولا لا. لو طلع لكم نفس النتيجة معنى انت مشطورين. يعني مثلا هنا حنحط الرقم هذا 234 وحنحطه نفس الطريقة هذه تحت 462 في الكراسة متاعي، ونجمعهم مع بعضهم. الأحاد مع الأحاد، هنا الأحاد 4 والأحاد 2، 4 و2 6. عشرات مع العشرات 3 و6 9، والمئات مع المئات 2 و4 6. يطلع لي الناتج. تأكدوا من، طبعا غطوها شوية الصفحة هذه ما تشوفوش النواتج، نحسبه بروحنا ونشوفه بعدين نفتحه نلقوا نفس الناتج هنا ولا لا. في بعض المسائل الحسابية نقدر نستخدم جداول القيمة المكانية في حلها. المسألة الأولى قال لك ذهب 216 طفل إلى غدامس يوم الخميس، ثم لحق بهم 102 طفل آخر يوم الجمعة. يعني شنو معناها؟ مشوا 216 طفل يوم الخميس ولحق بهم 102 آخرون. كم طفلا في غدامس يوم الجمعة؟ يوم الجمعة كان فيه 200 يوم الخميس و200 يوم الجمعة. فناش نديروا؟ نجمع 200 يوم الخميس الأطفال مع أطفال اللي جو يوم الجمعة، اللي هي 216 زائد 102. حطيناهم فوق بعضهم عشان بطريقة الجداول المكانية اللي تسهل علينا الجمع. 6 زائد 2 1 زائد 0 و2 زائد 1. الأحاد زائد الأحاد، العشرات زائد العشرات، المئات زائد المئات. الناتج 318. نفس الطريقة هناهي باع طارق 465 تذكرة لسوق الأصدقاء، وباعت مريم 314 تذكرة لسوق الأصدقاء. كم تذكرة باع الاثنان معا؟ هم اثنين كم باعوا؟ معناها جمع. 465 تذاكر طارق و314 تذاكر مريم، نحطهم بنفس الطريقة ونجمعوهم ونشوف الناتج كم. كراسة تدريبات لمن ما عندش الكراسة بتاع التدريبات، ممكن انه ينقل من هناهي، ونفس الطريقة استخدام الجداول المكانية يوجد الحل لعمليات الجمع الموجودة في هذه الصفحة. هنا ممكن الاستعانة بأولياء الأمور لقراءة المسائل اللفظية ومساعدة الطالب على حلها.
بالنسبة لي الطرح البسيط حتى ألف، خدينا الجمع البسيط هو الطرح البسيط، زدنا خانة على الخانات اللي من قبل اللي هي خانة المئات، واستخدمناها في عملية الجمع. تو بنشوفوا كيف نستخدموها في عملية الطرح. عندنا مثال 249 ناقص 134. 249 ناقص 134. 249 كيف نمثلوها؟ الأحاد متاعها كم مكعب؟ الأحاد متاعها كم هو أصلا؟ 9، هو رقم 9، معناها 9 مكعبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. العشرات متاعها كم؟ 4، معناها 4 قضبان. 1 2 3 4. المئات متاعها كم؟ 2، معناها 2 من الصفائح. نطرح منها كم؟ نطرح منها 134. في عملية الطرح نشوفوا الأحاد نفس الفكرة متاع الجمع. الأحاد يتعامل مع الأحاد، والعشرات تتعامل مع العشرات، والمئات تتعامل مع المئات. نطرحوا الأربع أحاد من الأحاد متاع الرقم 9، أحاد مع الأحاد. لما نجي نطرح الأحاد اللي هو 9 نحول منها 4، 1 2 3 4. بعدين نجي للعشرات. العشرات كم عندي؟ 4، نطرح منها عشرات الرقم الثاني اللي هو 3، نحول 3، 1 2 3 نشطبهم. المئات 2، نطرح منها كم؟ مئات العدد الآخر اللي هو 1، طرحنا منها 1. قعد عندي الرقم هنا 100 هي 1، وهنا 10 هي 1، وهنا 1 2 3 4 5 5 1 1 5 اللي هو الرقم 115. يعني كيف درنا؟ خدينا الرقم 249، خدينا الرقم 134 حطيناهم فوق بعضهم. خدينا الأحاد 9 نقصنا منها 4 طلع لنا 5. الأحاد 9 حولنا منها 1 2 3 4. كم اللي فضل؟ 5. بعدين نجول العشرات. العشرات هم أصلا كم؟ 4، نحودوا منها 3، 1 2 3. فضل لي كم عشرات؟ 1، نسجلوا 1. وأخيرا نطرح المئات. المئات كم عندي؟ 2. 2 ناقص 1 الناتج 1. الناتج الكلي 115. عندي مسألة أخرى نحلوها بروحنا اللي هي 327 ناقص 115. باش نسهلوا علينا نستخدموا الجداول المكانية ونحطوا الرقمين فوق بعضهم باش نعرفوا الأحاد مع الأحاد، والعشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. الأحاد هنا عندي كم؟ 7، نطرحوا منها كم؟ 5. 7 ناقص 5 يساوي 2. 2 عشرات ناقص 1 عشرات. 2 ناقص 1 يساوي 1 عشرات. 3 مئات ناقص 1 100 يساوي 2 مئات. إذا الرقم الكلي كم؟ 212. باستخدام جداول القيمة المكانية حنحل مسائل حسابية أخرى، لكن المرة هذه حتكون مسائل بالطرح. الرقم الأول اللي هو فهمان حل لنا كان 398 ناقص 253. استخدم فهمان الجداول المكانية وحط الرقم 398 نقص منه 253. الأحاد مع الأحاد، والعشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. 8 ناقص 3 كم؟ 5. 9 حولوا منها 5 كم؟ مظبوط 4. 3 نقصوا منها 2 300. 3 ناقص 2 1. ممتاز. شنقال فهمان؟ قال أنا نطرح الأحاد أولا، ثم أطرح الحشرات، ثم
نطرح المئات في آخر خطوة. الناتج طلع لنا كم؟ 145. 145. الثانية طبعا نفس الفكرة، هنحطهم فوق بعضهم وهنطرحوا الأحاد من الأحاد والعشرات من العشرات والمئات من المئات. هذين الحل اللي حله فهمان. توا انتم يا أطفال ديروا نفس القصة وشوفوا انتم تطلعوا نفس النتائج متاع فهمان ولا فهمان غلطان. مرات يطلع فهمان غلط، مرات نطلع رقم غلط هناي، فانتم حلوها وشوفوا فهمان مظبوط كلامه ولا مش مظبوط كلامه. في مسائل حسابية، نشوفوا مسألة: جمع يقظان 363 علبة وزجاجة من الشاطئ لإعادة تدويرها. 23 منها زجاجات، يعني هم علب وزجاج. كم علب وزجاج؟ 363 مع بعضهن، يعني هذا هو العدد الكلي. جزء منها زجاج. كم الزجاج؟ 23. به معناها العلب كم؟ ناخذ العدد الكلي اللي هم علب وزجاج ونحوله منه عدد الزجاج، هيقعد عندي شنو؟ العلب. إذا ناخذ الرقم الكلي 363 ونطرح منه 23 زجاجة، نحوله للزجاج يقعد عندي العلب. هيطلع 3 ناقص 3 0، 6 ناقص 2 4، 3 ناقص 3 ناقص 0 3، 340 علبة. 3 أحاد ناقص 3 أحاد، 6 عشرات ناقص 2 عشرات، 3 مئات. لا يوجد هنا مئات، إذن تنزل زي ما هي. هذه مسألة أخرى ممكن تجربوها بروحكم. يوجد 999 سمكة في أحد الأحواض، 447 منها ذهبي اللون والباقي رمادي اللون. كم سمكة رمادية اللون توجد في الحوض؟ يعني في حوض كبير متاع أسماك فيه 999 سمكة. هذين ملونات، في منهن ذهبي في منهن رمادي. الذهبي 447 والباقي رمادي. كيف نكتشفوا الرمادي كم عددهم؟ ناخذ الكل اللي هن كلهن مع بعضهن 999 ونطلعوا منهن الذهبيات، لأن نحن نعرف رقم عددهن. كم يجد عندي؟ الرماديات. معناش نديروا؟ ناخذوا الرقم 999 نحطوه ونحطوا تحته الرقم 447 ونطرحه. نطرح الأحاد من الأحاد، العشرات من العشرات والمئات من المئات، يطلع لي عدد الأسماك الرمادية. هذا تدريب آخر ممكن إن نحله منه كم تدريب عشان تعودوا على عملية الطرح. وإلى اللقاء يا أطفال في درس آخر، الدرس الثالث بإذن الله. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، وهذه كبداية وكمراجعة اللي أنتم أصلا خديتوه في الصف الأول، عملية الجمع البسيط والطرح البسيط، بس احنا زدنا هناهي الجمع وطرح المئات. وإن شاء الله نلتقي في الدرس الثالث بإذن الله. مع السلامة.